اهلا بيكم. صحيح ان السكن في فيلا بيبقى برستيج اكتر غالبا ومساحه اكتر وكمان بيكون شيك اكتر. بس هل لو احنا ركننا نقطه السعر والفلوس على جنب هيكون السكن في فيلا دايما هو افضل من السكن في شقه؟ في الفيديو ده هقول لك على 6 اسباب يخلوك تفكر او تعرف ان ممكن يكون السكن في شقه افضل ليك من السكن في فيلا. اول حاجه بس قبل ما ابدا، هو لو علشان مثلا الناس بتفكر في الفيلات عشان موضوع المساحه الكبيره، فهو المساحه الكبيره انت ممكن تاخد شقه مساحتها كبيره، ممكن تاخد شقتين مثلا وتفتحهم على بعض. فهنا موضوع المساحه مش هو برضو النقطه الاساسيه. فخلينا نعرف مع بعض الاسباب ونبدا بسم الله. السبب الاول هو السلالم الداخليه. موضوع الفيلا ده بيكون غالبا عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن ريسبشن في الدور الارضي ومعاه المطبخ، وتطلع للدور الاول بتبقى غرف النوم زائد غرفه الليفنج، وبتطلع للدور الثاني بيكون اللي هي الغرفه اللي في الروف اللي هي البنت هاوس مع الروف. فبيبقى حركه السلالم الداخليه دي او الحركه ما بين السلالم الداخليه دي بتكون يعني صعبه، خاصه يعني لو في اطفال صغيرين ممكن لا قدر الله يقعوا يتعوروا، لو في ناس كبار في السن ما بيقدروش يطلعوا السلم بسهوله. فموضوع الانتقالات ما بين الادوار وبعضها دي بتكون حاجه يعني الى حد ما صعبه، خاصه مع الاطفال وكبار السن. النقطة التانية هي نقطة المتابعة، خاصة لو في أطفال صغيرين أو لو في شباب في سن مراهقة. يعني لو ولادك في سن مراهقة أو عندك أطفال صغيرين، فغالبا المتابعة للأطفال أو للشباب بتكون صعبة شوية أو أضعف في حالة إن أنت ساكن في فيلا، لأن مثلا بيكون الولد فوق قاعد في الدور التاني اللي هو البنت هاوس مع صحابه مثلا بيلعبوا بلاي ستيشن أو بيعملوا حاجة، ومثلا الأم بتكون في الدور الأرضي تحت في المطبخ بتعمل مثلا بتعمل حاجه او عندها بتستقبل ضيوف او اي حاجه. فبتبقى المتابعه الى حد ما صعبه ما بين الادوار وبعضها. فالموضوع ده بيبقى برضو بيبان بشكل كبير في الفيلا، انما طبعا ده مش موجود في الشقه. السبب الثالث هو ان الفيو المحدود. عاده لو انت ساكن في فيلا، الفيلا بتكون عاده دور دورين 3 ادوار، اللي هو الدور الارضي الدور الاول والدور الثاني بالروف. فغالبا الفيو بيبقى محدود لان انت هنا بيبقى الارتفاعات عندك مش عاليه، انما لو انت ساكن في شقه بيبقى غالبا الدور بتاعك بيبقى عالي شويه، فبتقدر غالبا في الشقه تشوف فيو اكتر من الفيو بتاع الفيلا. خاصه كمان انك في الفيلا غالبا بتعمل سور، والسور ده يعني بيكون بيغطي غالبا الدور الارضي بالكامل، فبتلاقي ان انت الفيو بتاعك محدود في الفيلا مقارنه بالفيو بتاع الشقه. السبب الرابع هو ضعف الامان والخصوصيه، خاصه لو ساكن او الفيلا دي بره كومباوند. لو الفيلا بره كومباوند بتبقى طبعا الخصوصيه بتاعتك قليله والامان بيكون طبعا قليل، وبالتالي فبتبص تلاقي ان انت يعني غالبا لو انت فيلا وغالبا لو بره كومباوند طبعا بيكون ليها سور وكل حاجه، بس ده برضو بيضعف الامان والخصوصيه بتاعتك الى حد كبير. وبالتالي في الحاله دي بتحتاج تجيب كلب او مجموعه كلاب حراسه، وطبعا بما يتبعه ده من المتابعه والنظافه والحاجات دي كلها، وما يتبعه برضو من بعض التحفظات المتعلقه بموضوع الكلاب والازعاج اللي بتعمله والكلام ده كله. خاصة كمان موضوع الخصوصية ده بيبقى قليل لو انت في مكان المباني اللي حواليك اعلى منك شوية، فده طبعا بيقلل برضو الخصوصية بشكل كبير. ده وطبعا بيبان ده لو انت بره كومباوند. النقطة الخامسة ان لو انت برضو الفيلا دي وغالبا بره كومباوند بيبقى فيه دوشة اكتر من لو انت ساكن في شقة، لان لو الشقة غالبا بيبقى عندك فرصة لارتفاعات اعلى شوية، فبتبقى الدنيا فيها ضوضاء اقل شوية مقارنة بالفيلا اللي بيكون فيها الضوضاء اعلى شوية. انت بيبقى عندك الدور الارضي والدور الاول، فبتبقى الدوشة حواليك موجودة بشكل كبير، خاصة لو انت بره كومباوند. طبعا لو جوه كومباوند الموضوع ده بيختلف اختلاف كبير. النقطة السادسة اللي هي حتة الصيانة الأكتر. غالبا الفيلا بتبقى محتاجة إن أنت يعني تعمل لها صيانة بشكل أكتر، وبالتالي هنا بغض النظر عن موضوع الفلوس اللي احنا قلنا مش هنتكلم عنه بشكل رئيسي هنا، فهو الفيلا بتحتاج صيانة أكتر. وطبعا الصيانة الأكتر دي يعني معناها إزعاج أكتر. ليه بتحتاج صيانة أكتر؟ لأن أنت عندك ممكن يكون في كذا حمام في كذا مكان، يعني عندك الدور الأرضي في حمامات والدور الأول في حمامات والدور الثاني في حمامات، بتبقى محتاجة صيانة. بتبقى عندك مثلا محتاج صيانة للجزء مثلا بتاع الغلايات، الجزء بتاع الطاقه الشمسيه عندك. لو انت ركبت اسانسير حتى بين الادوار بتحتاج تعمل صيانه. الهاند ريل او الترابزين بيحتاج صيانه، بتحتاج نظافه اكتر طبعا. وبالتالي فلازم غالبا يبقى طالما عندك فيلا غالبا بتحتاج تجيب ناني او اللي هي الخادمه او المربيه اللي هي بتساعد في البيت او مساعده في البيت. وبالتالي ده برضو بغض النظر عن موضوع الفلوس، فده بيبقى فيه برضه شويه ازعاج اكتر، لان النانيز نفسهم دول بيبقى عندهم مشاكل كتيره سواء افريقيه او من جنسيه تانية، تبقى فيها بعض المشاكل اللي بيتبعها موضوع الناني ده غير موضوع التكلفه.
فده بيبقى برضو النقطه دي نقطه مهمه جدا في موضوع الفيلا. غالبا الفيلا بتحتاج ناني وبتحتاج صيانه اكتر بغض النظر عن موضوع الفلوس، انما هي بتكون حكايه مزعجه اكتر، لان انت كمان بيكون عندك ممكن الروف محتاج صيانه او نظافه، عندك الجاردن محتاجه متابعه او صيانه او نظافه، او تجيب بقى الجنايني يقعد يتابع والكلام ده كله وانت تتابع معاه. عندك مشكله مثلا في الواجهه عايزه تتظبط، عندك حاجه في الصيانه بتاعه الصرف محتاجه تتظبط، خاصه لو انت بره كومباوند تاني. اكيد يعني اجين باكد لو انت مثلا عندك حمام سباحه ده محتاج متابعه ونظافه وصيانه وشغلانه كبيره جدا. فبتبص تلاقي ان المتابعه بتاعت الصيانه في الفيلا اكتر بكتير، عندك شبكه الري فيها مشاكل، عندك مش عارف ايه، فتبص تلاقي البوابات الكلام ده كله، فتبص تلاقي ان الصيانه بتاعت الفيلات اكتر بكتير جدا بغض النظر عن موضوع الفلوس. انما ازعاج بنسميه هسل، ان محتاج كل شويه في صناعيه ومتابعه والكلام ده كله، غير موضوع الفلوس فهو ازعاج اكتر بكتير. فدي النقطه السادسه. طيب غير بقى النقط دي كلها، فطبعا لو الفيلا كمان بالذات فيها عدد غرف كبير، فمن الناحيه الدينيه هو طبعا مش حاجه كويسه قوي ان يكون في عندك غرف مش مستخدمه في البيت. في حديث نبوي النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن حاجه شبه كده. طيب يعني اركن بقى ده كله، تعال نتكلم عن نقطه الفلوس اللي انا قلت مش هتكلم عنها بشكل رئيسي، اللي هم الست اسباب اللي احنا قلناهم دول كلهم مش اسباب ماديه. انما تعال نتكلم بقى عن الناحيه الماديه. طب لو هو حتى من ناحيه الفلوس، هل لو انت النهارده هتحط مبلغ كبير في الفيلا دي، هل هو ده افضل استغلال للفلوس دي، ولا في حاجه تانية ممكن تستغلها بشكل افضل الفلوس دي؟ يعني لو انت هتقول مثلا والله انا كنت عامل حساب ان انا هجيب فيلا، بس انت كده بتفكيرك ده او بالكلام ده قلت ان او شجعتني ان انا اجيب شقه بدل الفيلا. طيب هنا الفلوس الفرق ما بين الفيلا والشقه دي هعمل بيها ايه؟ ممكن تكلمني وساعتها هقول لك تستفيد بيها ازاي باكتر من افاده. وفي نفس الوقت كمان نقطه مهمه جدا هي حته الاستغلال الامثل للفلوس. هو النهارده لما تحط مبلغ كبير من الفلوس في الفيلا، فالافضل ان انت البيت في الاخر ده عباره عن ايه؟ البيت عباره عن عقار انت بتصرف عليه. فالافضل من كده انك تجيب عقار الاول، عقار واثنين وثلاثه يصرف هو عليك، زي محلات تجاريه، زي مكاتب، زي شقق تاجرها، الكلام ده كله عقارات تجاريه وكده تستثمرها تجيب لك ايجارات او فلوس او عوائد. العوائد دي تبدا لو منها عايز تشتري فيلا تشتري فيلا، يبقى هنا الفيلا جايه من عقارات انت هي يعني هي اللي بتصرف عليك مش انت اللي بتصرف عليها. فده برضو مهم جدا في حته الفلوس، ان الفلوس دي بتمثل قد ايه من ثروتك الاجماليه. طيب طب دلوقتي برضو حد يعني يقول لي طب انا محتار دلوقتي اعمل ايه؟ يعني لو انا معايا الفلوس بتاعت الفيلا وبتاعت الشقه اعمل ايه؟ بص الاجابه هي لو انت هتشتري جوه كومباوند فكر في موضوع الفيلا، انما لو بره كومباوند يبقى طبعا الافضل في الحاله دي هو انك تشتري شقه مش فيلا. ولو على المساحه فممكن تجيب شقتين تفتحهم على بعض، ممكن تجيب شقه دور كامل على بعضه ويبقى معاك مساحه كويسه، ممكن تبقى اكبر من الفيلا كمان، خاصة ان دلوقتي الفيلات مساحتها ما بتبقاش كبيرة قوي علشان الاسعار بقت عالية. ممكن كمان لو انت بتحب موضوع الجاردن ممكن تشتري شقة ارضي بجاردن، او يا سلام لو بنت هاوس زي ما كنت اتكلمت قبل كده عن فيديو البنت هاوس. وفي كمان اوبشن كويس لو انت مش عايز، لو انت كنت عايز فيلا عشان الخصوصية ما بقاش ليك جيران كتير، فممكن تشتري شقة دور كامل في فيلا سكنيه اللي هي بيكون كل دور عباره عن شقه، بتكون دورين او ثلاثه مش لازم تكون ادوار كتيره، فهنا انت برضو حصلت على الخصوصيه. نقطة كمان يعني مهمة في حتة الشقق أو الفيلا والكلام ده، إن أنت يا سلام كمان لو الفيلا دي عفوا لو الشقة اللي أنت هتشتريها دي كمان تكون قريبة من النادي، بحيث إن أنت موضوع لو جاي لك ضيوف كتير، لو أنت عايز تقعد في لاند سكيب، لو عايز تستخدم حمام سباحة أو الخدمات، فمش لازم تكون الخدمات دي كلها جوه الفيلا بتاعتك، وإنها ممكن تكون جنب الفيلا بتاعتك لو أنت أو جنب الشقة بتاعتك لو أنت جايب شقة جنب نادي أو في منطقة فيها لاند سكيب كويس. نقطة كمان يعني هنا بيجي حد ممكن يجي في باله سؤال يقول لي طب لو انت كلامك صح، طيب ليه الفيلات دايما اغلى من الشقق؟ الحقيقة هو ان الفيلات دايما بتكون اغلى من الشقق علشان كذا سبب. اول سبب واهم سبب هو نقطة ان الارض بتاعت الفيلا بتبقى مستخدمة علشان فيلا مبنى واحد اسرة واحدة، انما لو الارض دي نفسها استخدمناها علشان نبني عليها عمارة، وبالتالي فهنا هيكون الفلوس بتاعت الارض دي متقسمة على عدد كبير من الادوار، مثلا 5 ادوار 6 ادوار ايا كان ارتفاع العماره، وبالتالي فتبص تلاقي ان نصيب كل شقه او كل دور من تكلفه الارض دي بقت اقل، وبالتالي فهنا التكلفه الاجماليه ممكن تكون اقل، وبالتالي هنا الشقه بتكون ارخص من الفيلا. عشان كده عشان الفيلا بتستهلك مساحه اكبر من الارض، وبتتقسم المساحه دي على اسره واحده بس مش على مجموعه من الاسر. ف يعني ده ملخص الفيديو بتاع النهارده، احنا محتاجين نفكر في موضوع شقه ولا فيلا. ولو عندكم اي استفسار طبعا ابعتوا لي او شاركوني في التعليقات، قولوا لي رايكم في الموضوع ده، وقولوا لي رايكم هل الافضل بالنسبه لكم، شايفين ان الشقه هي الافضل ولا الفيلا. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.